الجو برد والشتا دخل، يبقى لازم نعمل كيكة كده تكون سهلة وبسيطة وطعمها يجنن. هنعمل النهاردة السينامون كيك أو كيك القرفة. مكوناتها بسيطة جدا، شكلها بيبقى رائع، ومع ذلك هي بسيطة فعلا. هنعملها في 5 دقايق من غير مضرب كهرباء. هنفكر فيها نلاقي مكوناتها كلها موجودة عندنا. شايفين جمالها؟ وبتبقى هشة وطرية في منتهى اللذاذة. يلا نشوف مقاديرنا. معايا هنا 4 بيضات، ومعايا فانيليا، ودي معلقة صغيرة من القرفة. ممكن تستغنوا عن القرفة هنا، بس انا الفانيليا ما كانتش كفاية عندي. انا قصدي ان انا هحضرها زي ما انتوا شايفين بالمضرب اليدوي. حتى طبعا تقدروا تستعملوا الخلاط او المضرب الكهرباء، بس انا اهو عملتها بايدي يدوي. هتتحضر كده في 5 دقايق واحنا واقفين. هضرب البيض بس كده شوية مع السكر. انا معايا 2 كوباية سكر. تقدروا تقللوا لغايه 1.5 كوباية، مش اقل من كده. وطبعا احنا متفقين ان انا لازم بكتب لكم المقادير كلها تحت الفيديو في صندوق الوصف. هضرب البيض مع السكر كده بايدي شويه، بس دقيقه ولا حاجه لحد ما لونه ما يفتح واحس ان السكر داب. خلاص ضربت اهو. انا مش يعني محتاجه فوم جامد، يعني عايزين تستخدموا المضرب زي ما قلت لكم استخدموه او الخلاط. ضربت السكر والبيض. هنزل بكوبايه من اللبن او الحليب، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت. يعني عايزه اقول لكم مكوناتها لغايه دلوقتي بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. تقدروا تستخدموا زبده على زيت، بس انا حبيت اعملها بسيطه جدا، وحقيقي طعمها فعلا جميل وهشه جدا. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، هستخدم عليهم ظرف كامل من الكيك شيف او بما يعادل معلقه كبيره، وهقول لكم كام بالظبط بالجرامات. هقلب الكيك مع البيكنج باودر وابدا احطه دلوقتي على المكونات بتاعتنا. شفتوا؟ مفيش اسهل من كده. احنا ضربنا كل ده على فكرة معمول باليد بالمضرب زي ما وريتكم. ضربنا المكونات السايلة مع بعضها. هنزل بالدقيق، ولازم ننخله عشان نتأكد طبعا لو في اي حاجة. وكمان نخل الدقيق بيضمن ان احنا ناخد كيكة هشة وطرية وتجنن. هحطه بس على مرحلتين. انا مش بعمل كيكة اسفنجية يعني، بس انا هحطه على مرحلتين لان انا مستخدمة مضرب يدوي علشان بس اعرف اتحكم في كمية الدقيق. ما نحطهاش مرة واحدة ونحس ان العجينة تقلت وتقيلة على ايدينا. لو هنستخدم الخلاط نعمل زي ما انا عملت، نحط كل الحاجات السايلة مع بعض في الخلاط، وبعدين ننزلها في بولة، وبعدين نضيف عليها الدقيق. حطيت باقي كمية الدقيق اهو، وبضربه عادي بالمضرب اليدوي. وتقريبا بس كده احنا خلاص خلصنا خليط الكيك. هنشوف بقى هنعمل ايه في بقيته دلوقتي. ادي قوام الكيك بتاعنا رائع رائع رائع. الحبيبات الصغننه دي من القرفه. لو مش حابين تحطوا قرفه في الكيك نفسها حطوا فانيليا بس، وهتبقى لونها افتح من كده كمان. ده قوامها بيبقى وسط كده، لا هي سايله قوي ولا تخينه. ما نخليش قوام الكيك تقيل عشان ما يبقاش مكتوم. كده قوامها ممتاز. هناخد تقريبا تلت خليط الكيك، تلته بالظبط. هنحط عليه ايه بقى دلوقتي؟ شايفين اصلا يعني هي الكيكه واحنا بنعملها بتبقى باينه هتطلع ازاي من قوامها. دي انا معايا معلقه كبيره من الكاكاو الخام اللي هو الكاكاو المر الغير محلى، ومعلقتين من القرفه. وطالما حطينا كاكاو او اي شوكولاته لازم ذره من الملح. هلون بقى الجزء ده من الكيك اللي هو الجزء بتاع الشوكولاته. نسيت اقول لكم ان الكاكاو والقرفه دول برضو لازم يبقوا منخولين، لان الكاكاو ممكن يعمل حبيبات او تكتلات في العجينه. خلاص اهي ضربناها، وهنا انا ضفت معلقه صغيره كمان من الكاكاو الخام. حسيت انها محتاجه لونها يبقى اغمق من كده. وزي ما قلت لكم ضروري ما تنسوش رشه الملح مع اي حاجه فيها شوكولاته. كده احنا جاهزين بقى. يلا نركب الكيك بتاعنا.
هنجيب القالب بتاعنا، أنا دهنته دهنة كويسة جدًا من السمنة، القالب ده مش بيلزق، لو هنستخدم قالب ألمونيوم يبقى ندهنه سمنة أو زيت ومعاها رشة دقيق خفيفة، بس السمنة طبعًا بتدّي ريحة ونكهة حلوة أوي. هاخد جزء من الخليط الفانيليا وبعدين هاحط عليه جزء من خليط الشوكولاتة. ادي خليط الشوكولاته، لو تلاحظوا هو اتخن شويه من خليط الكيك، انا كنت حريصه ان انا ما اخففهوش، انا حباه يبقى اتخن شويه من خليط الفانيليا عشان ما ينزلش كله تحت في القاع. انا حابه ان الكيك يبقى ماربل رخامي كده، في الاخر هتشوفوا شكله جميل ازاي. هكمل بقى على كده وهحط الطبقات دي بالتبادل، جزء فانيليا وجزء شوكولاته لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. هاخد بقى خلة أو سكينة أو توسبيكس أو أي حاجة وهعمل حركات كده عشوائية عشان اخد الشكل الماربل بتاع الكيكة. شكلها أصلا وهي نية شايفين عاملة ازاي؟ حقيقي ريحتها في البيت بتبقى رائعة. هتدخل على درجة حرارة 180، هتاخد معايا بالظبط 45 دقيقة أو حسب الفرن بتاعكم. اللي ما في عندوش درجات حرارة بيبقى فرن وسط. هدخلها الفرن بقى، وفي الأثناء دي نعمل الصوص بتاعنا. معايا هنا حوالي 4 مكعبات من الجبنة الكريمي، دي كيري أو أي جبنة عندكم اللي هي المثلثات، أي حاجة بس ما يبقاش فيها نكهة أو فيها ملح. ممكن الجبنة الكوبايات، ممكن الصوص ده من غير جبنة خالص. هحط عليه بس حط عليه معلقة لبن بس عشان أعرف أضرب الجبنة. أنا حطيتها 10 ثواني كده بس في الميكروويف عشان تسيح لأنها كانت جامدة وأعرف أضربها. وهحط معلقه كبيره من صوص التوفي، والصوص ده جاهز كان عندي، انا ما اشتريتوش ولا اي حاجه، كان موجود عندي قلت استخدمه. الصوص ده تقدروا تعملوه باي حاجه، ممكن تعملوا له بديل مثلا لبن باودر وحليب. يعني انا هقول لكم بديل صوص لو ما عندناش جبنه كريمي بديل ليها. خلاص انا ضربت الصوص لغايه ما خدت القوام اللي انا محتاجاه، ما يبقاش اتخن من كده، لسه هحطه في التلاجة على ما الكيك يخلص بيتخن كمان عن كده. يبقى دي عباره عن مكعبات جبنه مع معلقتين لبن وصوص التوفي وذره ملح. هحطها في التلاجة على ما الكيك بتاعنا يطلع. والكيك بتاعنا طلع اهو، شايفين شكله وجماله، كيكه عاليه قد ايه، كانت نص القالب مليته كله. كانت سخنه جدا، ريحتها فعلا هتملى البيت، ريحه القرفه في الشتاء بتبقى جميله جدا. سهلة وخفيفة وبسيطة، مكوناتها موجودة عندنا كلها ان شاء الله هتلاقوها. قلبنا الكيك بتاعنا اهو، شايفين جميل ازاي؟ زي ما قلت لكم تقدروا في بدايل كتيرة للجبنة او الصوص الابيض اللي انا عاملاه ده، ممكن اصلا تستغنوا عن فكرة الصوص، بس انا عاملاه كده يعني بيديها شكل وطعم جميل طبعا. يعني اللحظة دي هي كانت دافية هنا، الصوص بقى وهو نازل على الكيك مش متخيلين الريحة والجمال. الكيك ده بيتاكل ممكن دافي ساقع، الاتنين احلى من بعض. ضفت الصوص بتاعي اهو، هنضف بقى الطبق ونبدأ نكمل نزينه. انا عملت خطوط بس كده بصوص الطوفي، زي ما قلت لكم الصوص ده كان جاهز عندي، يعني انا شارياه وانا كنت عملته قبل كده معاكم. تقدروا تزينوها باي حاجه بقى، خطوط شوكولاته، خطوط نوتيلا، اي حاجه. لازم تجربوها هتعجبكم جدا. يعني اصلا شكلها يعني محدش هيقول انها بالسهولة دي، ومكوناتها بسيطة، ما استخدمناش حاجة غريبة، وكان عندي شوية يعني مكسرات عين جمل بسيط كده حطيتها بس للتزيين، مش ضروري خالص. تعالوا بقى نقطعها ونشوفها قد ايه هشة وشكلها من جوه عامل ازاي. تعالوا نقطعها بقى.
كانت دافية، كانت يعني في منتهى الجمال، كانت حلوة فعلًا. عايزة أقول لكم لو طبعًا قعدت، هي أصلًا مش هتقعد يعني، بس لو قعدت يُفضّل تتحط في التلاجة، عشان طبعًا لو هنعمل لها الصوص ده، بس تتحط في التلاجة متغطية، أو في علبة يعني محكمة، أو تحطوها زي ما هي كده وتكون متغطية. يا إما بتتاكل باردة بتبقى حلوة جدًا، وممكن نحطها 10 ثواني بس أو أقل تدفى في الميكروويف، طعمها بيبقى رائع. شايفين شكلها بقى، وكيكة عالية هشة فعلًا زي الإسفنج، الصوص مديها طعم حلو أوي. تقدروا زي ما قُلت لكم تعملوا له بديل، ممكن باللبن الباودر والفانيليا، ممكن تستغنوا عن الجبنة وتحطوا لها مثلًا مكعب زبدة بدل الجبنة، هاكتب لكم البدايل دي. جربوها يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك ضروري، وتشتركوا في قناتي. أشوفكم على خير في فيديو جديد.